السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ رب يكون في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعضينا جاتوه الخلاط بطريقة سهلة وبسيطة. مقاديرها بسيطة مش مكلفة، تنفع في المناسبات، في افراح، في اعياد ميلاد. يلا نبدأ بسم الله. قول معايا ايه؟ انا معايا هنا كوبايتين دقيق نخلاهم مطلعة منهم الهواء، معلقتين كاكاو خام، كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت، كوباية لبن، وبيضتين، وكيس بيكنج باودر شيف، وكيس فانيليا. يلا نبدأ بسم الله، نبتدي الفيديو بتاعنا. نحط كوباية اللبن، وهضيف كوباية السكر، وهضربهم مع بعض. هضيف الزيت، هضيف معلقتين الكاكاو مع الخليط بتاعنا، وهضربهم بردك في الخلاط. هضيف كيس فانيليا على الخليط بتاعنا اللي في الخلاط بردك. هاخد كوباية من الخليط اللي في الخلاط، وحضراتكم كده شايفين. وهركنها كده على جنب. هضيف البيضتين على بقية الخليط اللي في الخلاط. هضيف معلقة خل على البيضتين وبقية الخليط اللي في الخلاط، وهضربهم. هضيف كيس البيكنج باودر مع الكوبايتين دي بتوعنا، حضراتكم كده شايفين. ذرة ملح، واقلب مكونات الجافة بتاعتنا مع بعض زي ما حضراتكم كده شايفين. وهدلق المكونات بتاعتنا اللي احنا ضربناها في الخلاط. انا خلصت الخليط بتاعي زي ما حضراتكم كده شايفين. انا معايا صاج دهناه، واللي حابب يحط في الصينيه يحط. انا هضيف الخليط بتاعنا في الصاج. صبيت الخليط بتاعي في الصاج، ومولعه الفرن من الاول مسبقا على 180، بتاخد من 10 دقايق لربع ساعه، ونطلعها على طول عشان ايه الجاتوه بتاعنا ما ينشفش. نرجع مع بعضنا نذوقه. بعد ما طلعنا الجاتوه بتاعنا من الفرن، هنعملها كده بخله عشان هنسقيها. بس هاخد معلقه، اخدت معلقه من الجنة الشوكولاته على ربع كوبايه لبن، وهنسقي الكيكه بتاعتنا كده الجاتوه بتاعنا عشان يدينا طراوه. هي اوريدي طريه، بس هنزود الطراوه بتاعتها بالجنش اللي احنا بنعمله دوت. معلقه جنش لبن، انا دلوقتي هركنها على جنب، وهعمل كريم شانتيه، كوبايه الا ربع كريم شانتيه، ونص كوبايه سكر بودر، ونص كوبايه ميه ساقعه، وعليها حبيبات تلج. الكريم شانتيه بتاعنا خد كده.
هاخد معلقه جنش من ديت حضراتكم واخلطها بالكريم شانتيه. واحده تاني. انا خلاص حطيت على الجاتوه بتاعنا طبقه الكريم شانتيه، هحطها في التلاجة تتماسك، نرجع نحط عليها الجنش بتاعنا. انا خلاص طلعت الجاتوه بتاعنا من التلاجة، رشيت عليه الجنش الشوكولاته بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. حطيت الجنش شوكولاته على الجاتوه بتاعنا، نحطه في الفريزر شويه يتماسك ونرجع مع بعضينا نشوف. لا انت كنت بعتي ازاي؟ انا خلاص طلعت الجاتوه بتاعنا من التلاجة، يلا مع بعضينا نقطعه. السكينه بتاعتنا في الميه سخنه، نمسحها بالمنديل. نعمل على كل قطعه جاتوه روزيتات. نحط هنا قطع شوكولاته، التزويق ديت حسب رغباتكم انتوا، المتاح عندكم اعملوه. شايفين حضراتكم؟ بصوا شايفين حضراتكم منظر الجاتوه بتاعنا، ايه رايكم؟ بصوا الطريقه بتاعته، شايفين؟ ينفع المناسبات، لو عندك عيد ميلاد لاولادك، جواز، ممكن تعملي برضك دستتين 3، بيرمي كتير بيقطع كتير زي ما انتوا حضراتكم كده شايفين. من كوبايتين دقيق عملنا كام قطعه جاتوه، شايفين منظره يفتح النفس. متنسونوش بقى الاشتراك في القناه، احسن انا اليوتيوب متخلص عليا وانا بتعب، والله العظيم بتعب. انتوا ستات بيوت وعارفين الحاجات دي بتتعمل ازاي وبتاخد مجهود غير المصاريف الواحد بيصرفها. متنسوش الاشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.